حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من وضعية النظم البيئية الغابوية، موضحا أن تلك النظم تتعرض لتدهور مقلق يقدر بنحو 17,000 هكتار سنويا. وفي هذا الصدد، كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي أنه في كل عام يتلف 17,000 هكتار من الغابات بسبب انعكاسات تغير المناخ والرعي الجائر المفرط، وبفعل الاستغلال المفرط لكل الموارد الغابوية الذي يتجاوز بصورة كبيرة قدرات التجدد الطبيعي التخليف. فيبلغ مثلا الاستخراج المفرط للحطب سنويا نحو 3 ملايين طن، وهو ما يفوق ب2 أو 3 مرات القدرة الإنتاجية للنظم البيئية الغابوية. ويمثل المجال الغابوي نسبة 13% من مساحة المغرب، ويستوطنه 7 ملايين مغربي، أي ما يعادل نصف سكان العالم القروي، الأمر الذي يضع البلاد في المرتبة الثانية لجهة التنوع الحيوي في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تعدد مجالات السياحة والبيئة والطاقة. وعلى المستوى الاقتصادي، يوفر المجال الغابوي 5% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 17 مليار درهم سنويا، كذلك يؤمن 50,000 فرصة عمل ثابتة، إلى جانب 30% من الخشب المستخدم في الصناعة والبناء، و17% من كلأ الماشية، و4% من العرض العالمي للفلين الناتج من أشجار بلوط الفلين. وبهدف تفادي الانعكاسات السلبية لتدهور الرأسمال الغابوي، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات، في مقدمتها تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف من خلال تنظيم حملات وطنية.